بعد ضم زيزو الأهلي ينجح في التعاقد مع الفهد المالي استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ مسؤول النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التخطيط مبكرا لبطولة كأس العالم للأندية والتعاقد مع الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر بناء على توصيات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من أجل تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللعيبة. وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرار مساء اليوم السبت بشأن استعداد النجم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء فترة إعارته في نادي الخلود السعودي بنهاية الموسم الجاري. ومن مصادر داخل النادي الأهلي جاء القرار بناء على الحاجة الماسة للاعب المالي في صفوف الفريق الأول استعدادا للمشاركة في المنافسات القادمة وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد أليو ديانج من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الأهلي في وسط الملعب، وسبق أن حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على الصعيد المحلي والدولي، مما يجعل قرار استعادته أمرا بالغ الأهمية في الفترة القادمة. وبعد إضاءة الدور الأخضر إلى أليو ديانج قد انضم إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة في بداية الموسم الجاري، حيث أظهر مستوى جيد مع الفريق في دوري روشن للمحترفين. ومع قرب انتهاء فترة إعارات يبدو أن الأهلي عزم على استعادة خدماته في ظل الحاجة الماسة لتدعيم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استعادة أليو ديانج بشكل رسمي مع نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقد إعارته مع النادي السعودي ليعود مجددا إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.